كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة كنا بنتكلم عن القتل الخطأ، وقلنا القتل الخطأ ببساطة هو إن حضرتك تموت واحد وإنت مش قاصد أي حاجة ولا حتى تقصد الإيذاء، يعني حتى إيذاء البني آدم إنت مش قصده. ماشي؟ ماشي بسيارة تجاوزت السرعة، تجاوزك للسرعة ده خطأ. انت مش قاصد تموت حد ولا تقتل احدا، ولكن تجاوزك للسرعة ومخالفتك للقوانين ادت ان انت طيرت واحد ولا اتنين. فعليك ايه؟ عليك الدية وعليك الكفارة زي ما شرحنا المرة اللي فاتت بالظبط. دخلنا بقى في الجزء الثاني وهو مسألة القتل الايه؟ العمد. ربنا سبحانه وتعالى في القتل الخطأ قال ايه يا شباب؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ما ينفعش انت لو مؤمن ما يقعش منك انك تقتل مؤمن ابدا، لكن ممكن يحصل خطأ. يبقى ده معناه ان اللي يقتل مؤمنا متعمدا ده ايه يا شباب؟ مش مؤمن، صح كده؟ فعلا مش مؤمن. ولكن هل هو مش مؤمن يعني بمعنى كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما قد يفهم من الحديث الآخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مثلا. ولا ايه اللي هيبقى المعنى؟ هنشرح بقى، علشان هنا الآية فيها إشكاليات، عفوا مش الآية، إحنا اللي ممكن نتعرض لإشكاليات في فهمنا ليها يعني. تاني حاجة طبعا لازم نخرج بره كالعادة شوية عن التفسير ونتكلم في مسألة إما فقهية أو عقدية أو شيء من هذا القبيل. فندخل أول في الجزء الفقهي البسيط اللي يتعلق بالآية، وندخل بعد كده في الإيه؟ في الجزء العقدي عشان ده مهم جدا. ببساطة اللي يقتل إنسان متعمدا، وكلمة متعمدا إن هو يكون عازم القتل وبيستخدم أداة من شأنها أنها إيه؟ أنها تقتل، يبقى ده اسمه إيه؟ قتل عمد. يعني واحد بيستخدم سكينة، السكينة معروف إنها تقتل، السيف يقتل، المسدس يقتل، وهكذا السم يقتل، وهكذا وانت ماشي. فالآية ذكرت القتل الخطأ، والآية اللي بعدها ذكرت القتل الإيه؟ العمد. فين قتل شبه العمد يا شباب؟ اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وقلنا شبه العمد إن هو يستخدم أداة هي ليست من شأنها القتل. هو مش قاصد يموت، هو بيضرب واحد بس بيضربه بالصوت، بيضربه بعصاية، عايز بس يعلم في جلده حاجة بسيطة هي لا تقتل في العادة، حجر صغير قد كده ما يقتلش، لكن على حظه مات. فبعض المذاهب قالت ان مفيش حاجه اسمها اصلا شبه عمد، هو حاجه من اتنين، يا قتل خطأ يا قتل عمد. لكن الاثار والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بالتفرقه ما بين العمد وايه؟ وشبه العمد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في القتل العمدي دية مغلظة. والحديث اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت ان كان في راجل عنده امرأتان، متجوز اتنين، واحدة منهم حملت والتانية ما كانش حامل، فغاروا من بعض، اتخانقوا مع بعض، فواحدة ضربت التانية بحجر فقتلتها وجنينها. وده معناه ان هو مش قتل خطأ هنا، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على الايه؟ على العاقلة. وده معناه وجود ما يسمى بالقتل شبه الايه؟ بالقتل شبه العمد. ماشي يا شباب؟ الدية لو انتوا تفتكروا في قتل الخطأ كانت عاملة ازاي؟ كانت 100 ناقة تدفع او ما يساوي قيمتها اللي هم 1000 دينار من الذهب، والدينار 4.25 جرام، يعني 4 كيلو ربع جرام، بتدفعوا على 3 سنوات، وهي لأنها اسمها دية مخففة. وتقسيمة النوق زي ما قلنا كان فيهم 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة إلى آخر الآيات. الدية المغلظة بتدفع مرة واحدة، وبيبقى متقسمين لتلت تلت تلت، وفي تلت منهم بتبقى اسمها خلفة، ودي الناقة الحامل عشان تبقى غالية ويبقى الموضوع تقيل على مين؟ على شبه العمد، علشان ما حدش يهزر. ولذلك احنا هنا لازم نعلق على مثل هذه الأشياء. بس لما ندخل في الآية من جوه، على الناس اللي بتبقى فرحانة بالبلطجة، فرحانة انه ماسك سلاح وماشي، فرحان انه واخد ضربتين في وشه، بشلتين في دماغه، وخياطة في ودانه، مش عارف وايه، وماشي بقى يقول يا أرض تهدي ما عليكي قدي. انت لو في أزمنة ما كانش هيبقى فيها هزار. ممكن دلوقتي الدنيا يعني ترنحت شوية، وممكن تطبيق القوانين في بعض الدول بقى من الصعوبة بمكان، الناس كترت والدنيا بقت صعبة، لكن الإسلام ما بيهزرش في الحاجات دي، بالذات في الدماء. فهتبقى الدية زي ما انتم شايفين بهذا الحجم، وبتدفع ايه؟ مرة واحدة. في خلاف فقهي هل هي كلها من مال
القاتل شبه العمد ولا بيتوزع جزء منها عليه وجزء على العاقلة؟ وهو ده الأرجح والله أعلى وأعلم. للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المرأة اللي قتلت المرأة الأخرى جعل الدية على مين؟ على العاقلة. وبعد كده الراجل اللي كان هيدفع الدية، فاكرين الحديث الشباب قال إيه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من إخوان الكهان، لأنه كان بيستخدم السجع وتحسين الكلام وتزيينه علشان يروج للباطل بتاعه. هو مش عايز يدفع الدية عن الجنين اللي قتل، فبيستخدم بقى الهبرة كدبرة، طريقة السحرة والمشعوذين والكهنة. حاضر الأسئلة في الآخر إن شاء الله، علشان يخلط الحق بالباطل أو يجعل الحق باطلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. القتل العمد بقى فيه إيه يا شباب؟ فيه دية؟ لا، ما فيش دية. قتل العمد فيه إيه؟ فيه القود، يعني القصاص. اللي يقتل متعمدا يبقى عليه إيه يا شباب؟ يقتل، عليه أن يقتل، النفس بالنفس كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن قد يعفو أولياء المقتول، ماشي؟ وقلنا أولياء المقتول عشان ما تعبش كتير، خلينا كده مبدئيا نقول الورثة أو أصحاب العصبات منهم. اللي عايز يفهم كلمة العصبات والكلام ده ممكن يرجع لبداية السورة لما كنا بنتكلم في مسألة الميراث. لو واحد منهم، وده برضو من تشوف الشريعة للرفق شوية، لو واحد من الورثة عفا، دلوقتي مثلا نفرض ان هم أولياء الدم للقتيل 5 7، إذا واحد منهم عفا، ماشي يا شباب، يسقط القصاص. تاني كده، يبقى لو هم 7 أولياء الدم وواحد منهم أبوه مثلا موجود، ابنه، الناس اللي زي كده، واحد منهم فقط عفى عن القاتل، تسقط يسقط حد القصاص، ويتبقى مين؟ وتتبقى الدية. لو واحد منهم عفى عن الدية يسقط حقه هو، يسقط حقه هو في هذه الدية، ما يسقطش الباقي. معانا يا شباب؟ تاني، في حالة القتل العمد الحكم فيها هو القصاص، هذا حكم الله تبارك وتعالى، والحمد لله هو لازال موجود في دول كثير إسلامية فضل الله تبارك وتعالى، لازال هذا الشأن. والحد يا شباب لا شفاعة فيه في الإسلام، الحدود لا شفاعة فيها، ممكن الحاكم يؤخرها يؤجلها، لكن الحاكم لا يملك رد الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة يشفع في حد من حدود الله، كان في مرأة سرقت، ومرأة مخزومية شريفة مشهورة، وأتي بها لتقطع يدها، فالناس أهمهم هذا الأمر، يعني إزاي هذه المرأة الشريفة، تخيل بقى مثلا أعزكم الله يعني أمك أو جدتك، أنت راجل دكتور ولا وزير ولا ليك شأن، وهتتقطع أيديها، شوف بقى الفضيحة. فالمهم بدأوا يحاولوا يتوسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ مفيش حدود الله مفيش فيها كلام، لكن ممكن في يوم من الأيام يتأجل أو يتأخر، لكن لا يسقط. إذا رفع الحد إلى الإمام لا يملك إلا توقيعه. ولذلك لما رجل سرق، كان في واحد من الصحابة نايم، وجي واحد سرق هدوم، راح ماسكه، قال له: أنت بتسرق هدومي، أنا لازم أوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يده. الرجل قال: يعني يا رسول الله ده هدوم، يعني مش هتسوي حاجة، يعني عديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل أن تأتينا؟ الموضوع انتهى. فاهمين يا شباب أنا بقول إيه ولا أنا زودت؟ حط شوية سكر كده عشان أتأكد أنتوا فاهمين معايا ولا لأ. أصل أنا ليه بقول كده؟ عشان هدخل لمسألة تانية. يبقى الحدود لا شفاعة فيها، ماشي؟ ولذلك الراجل زي ما قلنا كده اتسرقت هدوم، وطبعا هدوم قيمتها قليلة جدا بالنسبة لواحد هتطير إيده، فراح فبيقول للنبي: يا رسول الله يعني ده هدومي، خلاص عفوت عنه، بسيطة، درهمين 3 الموضوع بسيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتينا؟ ده يدل على أن الحدود لا شفاعة فيها.
نخرج شوية كده لمسألة تانية شهيرة هقول لكم بس فيها كلمتين ومحدش يصوت ولا يزعل. الردة هل هي حد أم هي عقوبة يمكن للحاكم أن يسقطها أو يتنازل عنها لعلة ولدفة دفت بالأمم؟ ها هنقول إيه؟ طبعا أنا هقول إن هي مش حد أكيد، طالما قدمت المقدمة دي هقول أن الردة ليست حدا وإنما عقوبة قد تسقط لعلة من العلل. قبل بس ما تزعل مني وتتضايق، أنا عايز أعرفك بس من المعاصرين من قال بهذا مين؟ ابن عثيمين. اوعى تفتكر بقى أن أجيب لك واحد متساهل يعني تقول بقى احنا بننقي الناس المتساهلين، لا ده ابن عثيمين نفسه ممن انتصر لرأي أن الردة ليست حدا وإنما هي عقوبة، حتى وإن كتبت في كتب الفقه أو في كثير من كتب الفقه على أنها حد الردة. ليه يا شباب هم ذهبوا إلى هذا؟ أو من ذهب إلى هذا ذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على من ارتد في زمنه، بل سب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد اعدل فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال له عمر أفلا أقتله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ربما أكثر من هذا الموضع بس ده اللي يحضرني الآن. ماشي. قتل المرتد موجود في الإسلام ولكن ليس على سبيل الحد، لأن هو لو كان على سبيل الحد لن يكون هناك فيه مخرج ولا مناص. ماشي. ولكن يسقط في دائرة العقوبات التي قد يتنازل عنها لعلة من العلل، ده أولا. ثانيا بعض العلماء كمان قال أنه منوط بالإفساد في الأرض والخروج على جماعة المسلمين، وليس مجرد أن إنسان يرتد. خلاص، مش مجرد واحد غير دينه. ليه؟ لوجود القاعدة العامة في الإسلام التي يصعب أن يكون هناك لها مخصص، وهي لا إكراه في الدين. في قاعدة لا إكراه في الدين، صح كده؟ وقال الله تبارك وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأنت لو جبت واحد مرتد ورفعت عليه السيف ولا حبل المشنقة وقلت له ها هترتد، هنستتيبك، هترتد لما هترجع تاني الإسلام ولا لا؟ هيرجع خوفا، وبالتالي سيكون مكرها، وبالتالي لا يقبل أصلا في الإسلام بشكل عام يعني مسألة الإكراه. خلاص. لكن إذا نفذ هذا عقوبة لإفساده في الأرض، وهو ده اللي تحمل عليه بقية الأحاديث، اللي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. فمش مجرد تارك لدينه، ده تارك لدينه ومفارق للجماعة وينشر الفساد في الأرض، تبقى ليه عبارات تانية. نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فحد القتل هو القصاص، القتل العمد القصاص، ويملك الورثة كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ليه سلطان؟ ولكن مش هو اللي بيطبق الحدود بإيده، الحدود إنما تطبق من قبل الإمام. تمام كده؟ ولذلك أصل الفتنة اللي هي فتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه كانت في هذه المسألة. عثمان بن عفان قتل، وقتلت عثمان كان منهم ناس في جيش علي، وأراد معاوية رضي الله عنه علي رضي الله عنه، فأراد معاوية رضي الله عنه وكان هو ولي دم المقتول. ولي دم مين؟ عثمان. كان عايز ياخد الحد، عايز ياخذ دم عثمان بن عفان ويقام الحد على من قتله. وعلي بن أبي طالب كان يرى أن ليس الوقت المناسب وأن هو الإمام وهو اللي هيقوم بالأمور دي، وحدث الفتنة المشهورة. فقال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ليه حق. فأولياء الدم لو واحد منهم عفى يسقط القصاص، وتتبقى مين؟ وتتبقى الدية، وهي نفس الدية المغلظة اللي كانت موجودة فين؟ اللي كانت موجودة في مسألة القتل شبه العمد اللي اتكلمنا عنها. ماشي يا شباب؟ ولكن في القتل العمد بالذات قام الإجماع كما ذكر القرطبي والله أعلى وأعلم على إن الدية في هذه الحالة ليست على العاقلة. في حالة القتل العمد الدية ليست على على العاقلة، وإنما تكون في مال الشخص القاتل إمعانا في الضغط عليه علشان ما حدش يهزر في المسألة دي. ده الجزء الفقهي بشكل عام. لو في حاجة تانية افتكرناها هنزودها إن شاء الله. الجزء العقدي بقى المتعلق بالآية. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بالله عليك انت كم غلطة في الإسلام أو كم غلطة في حياة البشر بيتحط عليها العقوبات دي كلها؟ اسمع الآية كده تاني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لدرجة يا شباب إن نشأ خلاف قديم شوية وهنتكلم في تأويله، إن أحد الصحابة وهو عبد الله بن عباس قال ليس للقاتل التوبة. الله، يعني كافر ولا إيه؟ هنشرح الكلام ده، بس تخيل أنت. قال والكلام ده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية فيها الخلود. ولما كان بيتسأل ابن عباس كان بيقول هذه الآية من آخر ما نزل، لم ينزل بعدها شيء ينسخها. يعني عايز أقول آية محكمة واضحة إن يقتل متعمدا، اسمع كده، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عبد موتة والأسطورة والناس اللي بتقتل والناس اللي بتمشي بالأسلحة والناس اللي بتروع الآمنين والناس اللي بتسعى بالفساد في الأرض والناس اللي تقف على الطريق والعياذ بالله تقطع الطرقات وتطعن الناس وتسرق أموالهم وربما قتلتهم، واللي شغال في مافيا واللي شغال في جماعة واللي شغال مع بعض الناس. الآية دي بتاعتك. كل إنسان متهاون يحمل السلاح ويريد إيذاء المسلمين، وقد يصل الأمر إلى قتل الناس ويتفاخر. أنا مش عارف، من سنتين واحد لسه بيكلمني، رحت عملت فيه كذا، وراح جه أبوه رحت ضربه بكذا، وناديت أهلي وعمي وخلاني ورحنا لهم البيت، طربقنا الدنيا ولعنا في البيت. تسمعوا انتوا الكلام ده؟ وبيبقى الناس تنتشي كده وبتتكلم على إنه بيقول شعر، فاهمين إزاي؟ وهو ما يعرفش إيه اللي مستنيه. الآية بتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المشكلة يا شباب في القتل إن هتراضي المقتول إزاي في الآخرة؟ يعني لما يجي يوم القيامة ويقول يا رب، ده في حديث كده إن يجي يوم القيامة واحد يمسك في التاني ويقول يا رب هذا قتلني، فيسأل الله تبارك وتعالى فيما قتلت؟ أنت قتلته ليه؟ قال لتكون العزة لك يا رب، له القتال في سبيل الله. فيقول الله تبارك وتعالى ألا إن العزة لي. وبعد كده يجي واحد تاني شادد في إيده راجل يقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله لماذا قتلته؟ يقول لتكون العزة لفلان، لجدي، أصله عمل مش عارف إيه وكان، فاهمين انتوا؟ جدي وابويا وابن عمي وخالي، او لاجل الملك فلان، او لاجل مش عارف مين فلان. فيقول او فيقال له تبوء به، هتدفع الثمن، انت اللي هتشيل الشيله بمعنى صح. ولذلك السلف كانوا بيقولوا يا شباب ايه؟ بيقولوا ان انت لو وقعت في 70 معصيه بينك وبين الله تبارك وتعالى اهون من انك تقع في دم حرام. دم ده جرح مش شرط قتل يعني. ليه يا شباب؟ أصل ربنا كريم، يعني ربنا رحيم. لو أنت بينك وبين ربنا بتعمل حاجة غلط، حاجة في العبادات، في التقصير، في مش عايز أضرب أمثلة عشان الناس ما تستهونش يعني، بس المهم ما فيش دم في الموضوع، ما فيش أذية للبشر، ما فيش غيبة ولا نميمة ولا ضرب ولا شتيمة ولا الكلام ده. إيه اللي يحصل؟ تبقى الدنيا سهلة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم. لكن إذا كانت المشكلة بينك وبين العباد فالعباد صعب، العباد ما بيعدوهاش، وبالذات في الآخر، إلا إن ربنا يرضيه، ومش شرط ربنا يرضيه. هقول مبشرات في أواخر الآية كده إزاي ربنا ممكن يراضي الناس في الآخر يعني، لكن مبدئيا هو مش هيسيبك. وزيه زي معاصي بنت عم المعصية دي، هي أشدهم القتل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات كان يقرن القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كان يحطها في نفس سياق الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء معنقا، مش ماشي بسرعة لله تبارك وتعالى، حتى إذا أصاب دما حراما بلح يعني إيه؟ وقف يعني إيه؟ مش عارف يروح لربنا. وذلك أشقى الناس وأصعب الناس في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى هم القتلة المجرمون، اللي بيأذي وبيقتل وبيقطع وبيعلم وبيعور وبيضرب. ده صعب، من أصعب الناس في التوبة. من أسهل الناس في التوبة اللي معصيته بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، عنده مقصر في العبادة شوية، بيشوف حاجة حرام، بيعمل حاجة حرام، بيتكلم حاجة بينه وبين ربنا. ربنا كريم ورحيم أوي 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 أوي.
سهل بالنسبة له، هو حيي ستير سبحانه وتعالى، هذا يغطي عليك المشكلة ويداريها وخلاص وعدت بينك وبينه. لكن المشكلة في العبد، هيجي يوم لما يقول ده ذلك كم رجل يزني بامرأة رجل آخر، ماشي حقه، هيجي يوم القيامة. طب بالله انت هترضيه ازاي ده؟ سواء أخذتها اغتصابا، اغتصبت مراته أو بنته، أو برضاها بس هو طبعا ما يعرفش، فهي خائنة وأنت خائن، يجي يوم القيامة بالله ده انت هترضيه ازاي في الدنيا ولا في الآخرة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول في الحديث، بيقول إن اللي بين من بينه وبين أخيه مظلمة فليستحلها الآن. يعني روح دلوقتي استحلها، أقول له سامحني. بالله عليك تقول له سامحني إيه؟ سامحني أنا عملت كذا كذا كذا. ابعد عن أعراض الناس ودماء الناس، مش هيسامحك. بل بالعكس، ده ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء تانيين قالوا في المشاكل اللي زي دي ما تقولش، لأن بالعكس ده أنت بتقفل الباب عليك، ده هو مش هيسامحك وهيدعي عليك وكمان هتجيب بلاوي أكتر. ما تقولش، ادعي له بقى وقول يا رب يغفر لك ويسامحك. ماشي كده؟ الناس اللي عملوا خيانات ودمروا بيوت ودمروا ناس، ودمر امرأة على زوجها ودمر رجل على زوجته وخرب الدنيا، ده انت مش هتتوب، هتستحل ايه؟ هتروح تقول للناس ايه؟ تقول انا قلت ايه ولا عملت ايه؟ ده خلاص باظت، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الغيبة والنميمة وغيرها، بعض العلماء قالوا انت لو قلت انك عملت فالموضوع هيبوظ اكتر، فما تقولش بقى، وادعي له، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليك والدنيا تبقى احسن يعني ان شاء الله رب العالمين. فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية فيها الخلود، والآية قد للوهلة الأولى تفيد الكفر الأكبر وتفيد عدم التوبة، وده اللي قاله ابن عباس. ابن عباس بيقول ليس للقاتل توبة. نفهم ازاي ده بقى، أو نفهم ده ازاي في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام؟ والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة التي تفيد أن من تاب الله تبارك وتعالى عليه. صح كده؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بيقتلوا بعضهم، فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين سبحانه وتعالى. أما نفهم إزاي قول ابن عباس؟ إما إن ده كان رأي ابن عباس، وده بعيد في الحقيقة أن ابن عباس يغلط غلطة زي دي. أما إيه الموضوع؟ ابن عباس والله أعلم كان مذهبه أو رؤيته إن القاتل صعب يتوب، ليس له توبة، بمعنى إيه؟ لا يوفق لتوبة في الأغلب. قول لي إزاي؟ الآية دي القرطبي بيقول إن تقريبا أجمعت أقوال أهل التفسير على سبب النزول، إن في راجل 2 أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 2 إخوات، وبعدين واحد منهم اتقتل في مكان لقبيلة أظن هي تسمى من قبيلة بني فهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف وبعت لهم، قال لهم هاتوا لنا الراجل اللي قتل منكم عشان نقيم عليه الحد. وولي الدم أخوه راجل أسلم حديثا مستني ياخد يشوف بقى القصص هيتطبق إزاي. فالمهم بني فهر أو بنو فهر قالوا إحنا ما نعرفش مين اللي قتله بالظبط. فطبعا لما الموضوع يبقى مشتبه ما نعرفش مين القاتل بالظبط، لكن هو في بني فهر، طب خلاص يا بني فهر هاتوا لنا الدية. فبعتوا الدية 100 ناقة، وبعتوها مع واحد من بني فهر عشان يسلمها لمين؟ يسلمها للراجل اللي هو أخو القتيل. فأخو القتيل عمل إيه؟ أخو القتيل راح رايح قتل الراجل اللي من بني فهر، وطبعا خرق العهد وخد 100 ناقة وهرب وارتد وعبد الأوثان مرة أخرى. مركزين معنا شباب؟ صلوا على النبي. مش هقول القصة تاني. الشاهد إيه؟ إن الراجل هذا القاتل الذي قتل عمدا على أقوال أهل التفسير كلهم أو أغلبهم بالفعل لم يوفق لتوبة، بل ارتد. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه في الفتح
حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة لا يقبل منه شيء. حتى لو راح لأستار الكعبة وقال لهم عشان خاطر يسيبوني أنا في المكان الطاهر المطهر، اقتلوه وهو ماسك الإيه؟ أستار الكعبة. ليه؟ لأنه خفر الذمة والعهد. فوكأن ابن عباس فعلا يريد هذا، يقول لك إن الذي يقتل متعمدا ليس له توبة، بمعنى لا يوفق إلى توبة، وبالتالي يموت كافرا ويحصل له بقى اللي جاي ده كله. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده التأويل الأول. التأويل الثاني أن من قتل مؤمنا مستحلا للقتل فجزاء، يبقى كافر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. التأويل الثالث أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تبارك وتعالى، يعني وكأنه يستحق هذا، لكن قضى الله تبارك وتعالى أنه طالما مسلم فلن يكون خالدا مخلدا فين؟ في الآخرة في النار. ده تأويل رابع. والتأويل الخامس إن الخلود هنا، وده مقبول في اللغة العربية، لا يقصد به الخلود الأبدي، وإنما يقصد به اللي يا شباب المدة الطويلة. المدة الطويلة، وده اللي بيحمل عليه الكثير من الآيات والأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالعلماء قالوا أن الخلود هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الفترة الطويلة. ماشي يا شباب؟ مين تاني قال أن القاتل ليس له توبة؟ وبيعمل إيه مع الآية اللي بتقول ليس له توبة بجد بقى؟ مش تأويل ابن عباس، لا، بيقول ملوش توبة، لن يقبل منه توبة، لن يقبل منه توبة. المعتزلة. طب يا معتزلة بتعملوا إيه في الآية اللي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قالوا اللغة تقبل إلا القتل العمد. يعني إيه؟ لما يكون في قول عام في القرآن الكريم أو في اللغة العربية يقبل حاجة اسمها التخصيص. ماشي؟ تقول إيه؟ أدخلت كل الطلاب. كلهم كلهم. أيوة بس أنا لقيت طالب بره. أيوة ما أنا أقصد أدخلت كل الطلاب إلا هذا الطالب. يبقى أنت كده كذبت؟ لا، ما كذبتش. صيغ الإجماع يمكن التخصيص فيها والاستثناء منها. زي إيه برضو؟ قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح اللي فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء اتدمر. قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى على الرغم ان كل شيء دي صيغة عموم تشمل كل شيء، لكن ينفع يتم استثناء منها بالدليل، كما قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى المساكن ما اتدمرتش أو ما اتدمرتش بالكامل. وكذلك ممكن الجبال ما اتدمرتش، لو في نهر ما اتدمرش، لو الأرض نفسها ما اتدمرتش، وهكذا. فقالوا المعتزلة قالوا إن خلاص يبقى الآية بتاعتنا اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا القتل العمد. وبالتالي عند المعتزلة، وطبعا المعتزلة دول عقلانيين، واحد يقول لي طب أنت بتتك ليه على الموضوع ده؟ أنا بتك عشان في يوم من الأيام مثلا مذيع زي إبراهيم عيسى قال أنا معتزلي، قال يعني اللي هو أنا هحكم عقلي واركن الأحاديث على جنب. أنا عايز أبشرك عزيزي المثقف إنك لو ركنت الأحاديث على جنب هيجي ناس ياخدوا القرآن مش يسهلوا الدنيا وتبقى إيزي، لا، ده هيجي ناس يكفروك بالقرآن بجد. بجد السنة مش زي ما انت فاكر شيء صعب يعني جامد يخلينا نعمل حاجات صعبة وتقيلة. لا والله، ده السنة دي هي اللي هتعصمنا من هذه الأفكار المتخلفة. خلاص كده الأفكار التكفيرية سهل جدا تكفيريون ييجوا ياخدوا بعض آيات القرآن ويركنوا السنة والإجماعات ويكفروا الناس بيها. تمام كده؟ وده خدناه، عدينا الناس اللي حضروا معنا سورة آل عمران، والناس اللي حضروا معنا هنا برضو الآية اللي كنا بنتكلم فيها في أول سورة النساء، إن في آيات العمومات بتاعتها تقبل التخصيص وتقبل لغة إنها تؤول ويتم تكفير الناس بيها. تمام كده؟ مين بقى اللي يمنع الكلام ده ويظبط بقى يظبط البي اتش بتاع المسألة؟ السنة والإجماع. السنة والإجماع هي اللي تقول إن الآية تتفهم كده بالطريقة دي، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تقول تتفهم كده. فالقتل العمد في السنة خلصان ومنتهي، ليس بكفر وله توبة،
وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من بني إسرائيل قتل 99 نفسا أثبت له التوبة. فإذا كان بنو إسرائيل اللي هم أصلا عليهم أغلال والدنيا صعبة معاهم، اللي قتلت قبلت له التوبة، هيجي مع أهل الإيمان من المسلمين اللي ربنا سهل عليهم ثم يغلظ عليهم ويغلق على القاتل باب التوبة؟ هذا كلام إيه؟ غير صحيح. ولذلك قول ابن عباس يفهم في هذا السياق، هو بيقول ليس للقاتل توبة بمعنى لا يوفق القاتل إلى توبة، وليس معناه أنه هو مش هيتوب أو لا هو صعب يتوب، صعب. وكذلك من الأزمات، يعني إيه ليس للقاتل توبة؟ الفكرة المعتزلية دي، طب ما نقتل بقى طالما هي عارفين أنتوا المعنى ده؟ ما هو أنت فعلا لما تغلق باب التوبة على الناس في مسألة من المسائل، طب ما اللي قتل 1 زي 2 و2 زي 3، وده اللي حصل من الراجل. فاكرين حديث قاتل 99 نفس لما راح للراهب قال له أنا عايز أتوب، قال ليس لك توبة. ليس لي توبة؟ طب عادي ايش، طب 99 زي 100، تعال انت كمان، بوم وراح قتله. فاهمين؟ بس هو من جوه نفسه يتوب، راح لواحد قال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة بعد ما قتل 100؟ كام؟ 100. فإذا كان واحد من بني إسرائيل قتل 100 له توبة، هيجي واحد من المسلمين قتل نفسا فلا تكون له توبة؟ ده حاجة. تاني حاجة بقى الأحاديث المتواترة في معناها والآثار اللي عن الصحابة في ناس وقعوا في مثل هذه الأشياء، بل هو اللذان اللي ارتد وقتل في أكتر من كده. يعني في بني حنيفة، لا مش في بني حنيفة، واحد صحابي ماشي كده ارتد ودعا نفسه نبيا. ايه رأيك في المنظر ده؟ للأسف الاسم خلاص مش جاي في دماغي دلوقتي. ماشي. وقاتل المسلمين هو وقومه، ثم بعد ذلك أسلم وشارك مع المسلمين في الفتوحات الإسلامية. ايه رأيك في الشخص ده؟ عايز اكتر من كده ايه؟ وقبلت توبته من المسلمين وشارك في الحروب الى اخر الايه. ومن تاب في عهد ابي بكر كذلك. الامور كلها واضحة يا شباب. فمسألة ان القاتل له توبة ده قول اهل السنة والجماعة الذي تعضده الاحاديث والاجماعات على ان للقاتل ايه توبة. تتبقى مسألة، طب القاتل الذي لم يتب يوم القيامة ظروفه ايه؟ قول اهل السنة والجماعة ايضا انه فين؟ في المشيئة، لكنه قريب جدا جدا من العذاب، ان ربنا ما يقبلش منه وان ربنا يعذبه. ليه؟ لان في قضية الدماء صعب الانسان يرضى. ليه احنا ساعات بيبقى عندنا شيء من الامل، شيء من التوقع الخير؟ لان الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى خلق الرحمة او قسم الرحمة 100 جزء. الرحمة هنا اللي هي الرحمة المخلوقة وليس صفة الله تبارك وتعالى. وجعل في الدنيا جزءا وفي الآخرة 99. في ناس كتير قالوا الحديث ده بس مش فاهمينه بالكامل. ايه العبرة يعني؟ استفدنا ايه من المسألة؟ الرحمة الجزء الواحد من 100 ده به يتراحم الناس. يعني انت لما تيجي تسأل هو ازاي الحيوانات كده بتبقى رحيمة بأبنائها؟ الحيوان يحافظ على أولاده، والأنثى ترضع الصغير، وده يدربه وده يجيب له أكل، وانت كذلك تنبعث من جواك رحمة وشفقة على أولادك وتأكلهم وتشربهم وتعيشهم. ويعني منين؟ عارف منين؟ من الجزء ده. منين؟ من الجزء ده. يبقى 99 اللي في الآخر هيعملوا إيه؟ هيخلوا الناس تتراحم إن شاء الله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني بإذن الله كده هتيجي يوم القيامة مثلا كنت ضايقت حد، وطبعا لا معاك بقى حسنات تديهال ولا معاك فلوس تديهال ولا حاجة، هيعفو عنك إن شاء الله. طبعا مش شرط، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى بال99 رحمة بقى اللي باقيين يوم القيامة دولت يخلي الأنبياء يشفعون من قلوبهم يا رب اللهم سلم سلم. تلاقي الملائكة اللهم سلم سلم، والأنبياء يقول اللهم سلم سلم، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة اللي يقولها أمتي أمتي دي من رحمة ربنا سبحانه. من 99 رحمة، 99 جزء اللي باقيين دول منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون رحيم، اللي هو في الدنيا من أثر رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا. أكيد النبي له النصيب الأعظم من هذه الرحمة، فكان في الدنيا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى يوم القيامة هيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. طب إيه الشفاعة اللي عايزها النبي؟ يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نرجو من الله تبارك وتعالى إن 99 رحمة دولت يعني يخفوا عننا البلاوي اللي احنا عملناها ونسيناها، لان احنا اذينا ناس وربما شتمنا ناس ولا ضربت، الله اعلم. في ناس بعد البلوغ في المدارس مثلا في الاعداديه والثانويه طحنوا بعض،
ضربا وعنصرية. يعني معروف في المدارس ان الطفل، مش هنقول طفل بالغ في الاعدادي ولا حاجة، بس ضعيف البنية، ده بيكون المرمطون بتاعه، بيطحنوه حرفيا، بيضربوه وبيهنوه وبيشغلوه عندهم في كثير من الاماكن. انا شفت ده بعيني، الطفل يا عيني حتى لو بلغ لكنه ضعيف البنية، شكله مش حلو، في عيوب في جسمه، بيطحنوه طحنا وهم مؤاخذون، هم بالغون عاقلون هيؤاخذوا. والكلام ده بقى لما يكبر ويبقى في الجامعة ويتجوز يتنسى. طب ده انت يوم القيامة هتعمل ايه؟ احنا نتوب الى الله تبارك وتعالى الان، علشان ان شاء الله لما نيجي يوم من القيامة يعني تلحقنا رحمات الله تبارك وتعالى والناس يعدوها لنا. عارف انت الناس بقى تعدي لك يقول لي انت شتمتني وضربتني وهزقتني وانا صغير وعملت فيا كذا وتنمرت عليا وكنت عنصري معايا، وفاهم انت ازاي؟ انا هعديها لك النهارده عشان ندخل احنا الاثنين مع بعض الجنة. طب ده الرحمة دي من رحمة الله تبارك وتعالى. يا رب ارزقنا يا رب. فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا تاني لازم أعلق بس الكلمة دي عشان ندخل على الآية اللي بعدها. يا جماعة، في نهي في السنة إن أنت تشير لحد بالسلاح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تمشي في السوق والسلاح بتاعك مشهور، ما تمشيش بالسيف كده في السوق. طبعا مش مقصود بس بها السيف، ولا سيف ولا انواع ال الاسلحه التانية، ولا ماسك سلاح وحطه في جنبك، ولا ماسك معرفش ايه وتحت باطك، ولا راكب التوك توك وحاطط معرفش الاسامي العجيبه بقى، اللي واحد معاه بلطه، واحد معاه سنجه، واحد معاه سافوريا، واحد معاه مش عارف الاسامي دي. اتقوا الله تبارك وتعالى. تقولش احمي نفسي، ما هو ساعه الشر خطيره، ساعه الشر صعبه، وساعات كتير قوي تقتل ليس دفاعا عن النفس، وانما تقتل رياء وسمعه، ثم لا توفق إلى توبة. كما قال ابن عباس: ليس للقاتل توبة، أي لا يكاد يوفق إلى توبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عن الدم الحرام. احنا بنتكلم دلوقتي بقى في الجهاد، وتكلمنا في القتل الخطأ والقتل العمد، وهنيجي عند نقطة بقى عجيبة خالص. دلوقتي المسلمين وهم بيقاتلوا، ما تنساش في الآية اللي قلناها في الآيات اللي فاتت في سورة النساء، إن أنت بتقاتل في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اوعى تنسى الكلمتين دول، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما هيحل الغنائم لينا ولم يحلها لأحد ممن كان قبلنا، دي هدية، دي عطية، بس اوعى يكون جهادك فقط لأجل الغنائم، لأن ده هيحملك على المشكلة اللي جاية دلوقتي. ركز في الكلمتين دول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ضربتم في سبيل الله هنا يقصد بها القتال والجهاد في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فتبينوا هنا، تبينوا يعني تثبتوا، ما تبقاش بقى كل اللي تطوله تقتله بدعوة في سبيل الله. ولكن قد يحملك حب الغنائم، أو اوعى يحملك حب الغنائم ان انت تسارع في قتل الناس قبل ان تتثبت هم فعلا من الاعداء ولا لا. ليه؟ لان انت اصلا اهم حاجة عندك الناس تسلم. انت مش بتقاتل علشان تاخد فلوس، انت بتقاتل لاجل الله تبارك وتعالى، صح؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ايه بقى الموضوع ده؟ وطبعا دي ابسط حاجة نطلع بها من الدرس، ان انت تبقى فاهم الآية معناها ايه. خلاص كده التدبر والخروج بقى في الفقه والعقيدة ده مش أزمة كبيرة لو نسيته، لكن على الأقل نطلع من الآية فاهمينها بتقول إيه قصة الآية دي. الصحابة كان منهم ناس في سرية أو في غزوة أو في قتال لقوم أو لناس من الأعداء، بعدين واحد ينتمي لهؤلاء. الراجل ده كان كافرا أو هو في عداد أهله، معنى هو أكيد من ضمن القوم. فالراجل ده كان جاي ومعاه غنم ومعدي، فألقى إليهم السلام أو السلام. ألقى إليهم السلام لهم السلام عليكم، إما باللفظ أو بالمعنى، ماشي كده. فانبرى إليه من الصحابة من قتله. قال لك ده من الأعداء. من الأعداء إيه؟ تثبتوا تبينوا. قال لك لا، أصل هو كان بيقول كده متعوذا، يعني كان بيضحك علينا، بيقول لنا السلام عليكم وأنا أسلمت لا إله إلا الله. وفي روايات فعلا في سبب النزول إن هذا الرجل قال لا إله إلا الله ثم قتلوه. ولازم هنا بقى نستحضر الحديث الشهير بتاع أسامة ابن زيد في مسألة الإيه؟
في مسألة الأخذ بالظاهر والابتعاد عن قتل الناس. وهقول حاجة تانية وارجع لها، اوعى تفتكر ان الإسلام لما بيقول لك ما تقتلش مثل هؤلاء الناس معناها بقى ان انت تطنشه وتديله ظهرك فيطلع هو كذاب ويروح ضربك مموتك. لا، الإسلام لا يدعو إلى الهبل ولا لا يدعو إلى السذاجة. ماشي؟ معنى ان لا تقتله لما يقول لا إله إلا الله معناها ايه؟ معناها ما تقتلوش بس تحذر منه. هو مسلم دلوقتي، في الظاهر مسلم، وأنا أتعامل بالظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث المشهور، قال إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، فربما أن يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه، ألحن بالحجة من أخيه، فربما أن يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأحكم له بحق أخيه. يبقى ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ممكن يجي الاتنين، الظالم المجرم يكون بيعرف يتكلم، محامي عقر بيعرف يلبس القضايا، فالنبي بيقول أنا هحكم باللي بسمع بيه. فممكن واحد يكون بيعرف يتكلم يلبس الأمور فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من النار. يبقى احنا أمرنا ان احنا ناخذ بالإيه؟ بالظاهر. فالحديث المشهور في إحدى المعارك، أسامة بن زيد لقى إن في واحد من المشركين مجرم أوي شبابه قوي جدا وقتل فلان وفلان 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 وعمل قصة في المسلمين. قال الراجل ده تبعي أنا مش هسيبه. المهم فضل مراقبه. قال فانتهزت غفلته، استنيت كده لما غفل مثلا وساب السلاح على جنب مثلا بيعدل هدومه بياكل لقمة مش عارف ايه بتاع. قال فلما رفعت عليه السيف، لسه هضربه بالسيف، قال لا إله إلا الله. عمل ايه أسامة؟ قال في باله يعني انت هتضحك عليا، يعني هو الدين نط عليك دلوقتي، وراح ديب مموته. الموضوع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كان متعوذا يعني بيستخدم التقية، بيضحك علي. راجل في المسلمين قتل فلانا وفلانا وفلانا، وفي وسط المعركة أول ما جيت أضربه خلاص بقى مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني إيه؟ يعني أنت ليك بالظاهر. ماشي يا شباب؟ قول لي بس الباطن مالناش دعوة بالباطن، ولا تحكم على قلوب الناس. ما تقولش فلان ده ربنا مش هتقبل منه أصله قلبه مش نظيف، مالكش دعوة. لا تحكم إلا بالظاهر. الراجل ده فعل خير يبقى اسمه خير، فعل شر يبقى اسمه شر. احنا بنحكم بالإيه؟ بالظاهر وليس بالباطن. فراجل دلوقتي معدي حتى لو كان ينتمي إلى ناس من المشركين، طب ما هو يمكن كان مؤمن ويخفي إيمانه ولما شافكم أظهر إيمانه. أيوة بس احتمال ضعيف، بس احتمال برضه. طب لو ما أظهرش إيمان وكان كافرا، يعني هو واحد ما قالش لا إله إلا الله ولا حاجة، أنا بعد في المعركة وبعدين جه واحد ماسك الغنم وهو منهم وبعد كده قتل، حتى لو كان مؤمن في الباطن هو في الظاهر إيه؟ ليس بمؤمن، يبقى مش عليك حاجة. واحد يقول لي أسيس بس مؤمن في الباطن وخايف، أنا ما أعرفش، أنا ليا في الظاهر. واحد قديس أو واحد عبد بيعبد الأصنام بس هو في الباطن مؤمن ومسلم بس مخبي، أنا بالنسبة لي ماليش دعوة. لو مات مش هكفنه ولا هغسله ولا هصلي عليه ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج من المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين، حتى لو كان مؤمن في الباطن ما أنا ماليش دعوة، أنا ما أعرفش. هو في الظاهر يسجد للأوثان ويعبد الأوثان، خلاص. نفس الكلام واحد جه قال لك لا إله إلا الله، ما تقولوش بقى أنت أصلا تبع الناس دولت وبتضحك علينا، لا يا كذاب، وتضربه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ اوعى إن عشان شوية غنم إن الموضوع يعني إيه يخليك تتسرع. فبدل ما تتثبت وهو بيقول لك لا إله إلا الله وبيقول لك السلام عليكم، أنت عايز إيه تاني؟ متعوذ. اوعى يكون اللي ضغط عليك إن أنت عايز الغنيمة وشوية الغنم بتوعه، ده كلام فاضي. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بسبب أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا. اوعى ابتغاء عرض الحياة الدنيا يخليك تترك التثبت وتقتل المسلمين الذين أسلموا في الظاهر. فعند الله مغانم كثيرة. غنمة إيه وجمل إيه وبقرة إيه؟ ده بيقول لك الأرقام اللي جت في فتح فارس قيل أنه لم يسمع بها المسلمون من قبل. احنا قلنا المسلمين في مسألة الحساب كانوا بيحسبوا ازاي يا شباب؟ ما عندهمش رقم اسمه مليون، ما يعرفوهوش.
او ما بيستخدموهوش. يعني هو عندهم ايه 100 200 300 500 600 ماشي كده 1000، بعد كده ال1000 بقى ده 10000، بعد كده اخرهم 1000 ما يعرفش مليون دي. المليون دي الارقام دي ما جاتش غير بعد ما فتحوا البلاد التانية. فربنا سبحانه وتعالى عنده ما تقلقش غنمة ايه وجمل ايه وبقرة ايه، ده انتوا هينزل عليكم فلوس لدرجة ان الصحابة هيبقوا اغلبهم عندهم بيوت واراضي ومزارع وخدم، ويتجوزوا من بره الجزيرة العربية. ويتجوزوا منين؟ من بره الجزيرة العربية. ماشي. فده معناه ان لدرجة قيل ان عمر هم ان هو ينهاهم عن الزواج من اليهود والنصارى من النساء. ليه؟ لان حال المسلمين الله اكبر بقى فلوس وبتاع وفاهمين ازاي. فما تقلقش، فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني ايه كذلك كنتم من قبل؟ انتوا برضو في يوم من الايام 3 سنين اللي هم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة ايه يا شباب؟ كانت الدعوة سرية. ومنكم اللي كان مسلم يصلي ويصوم ومخبي، صح ولا لا؟ مش كان في بعض الناس في جوه قوم، يعني في بين اقوامهم مشرك في الظاهر، صح كده؟ يعني هو ابن فلان عابد الاوثان كده في الظاهر، لكن في الباطن بيستخبى وبيصلي ومش عارف ايه. تمام. ويحاول يبعد عن الانديه بتاعتهم ويبعد عن النوادي اللي فيها عبوديه لغير الله تبارك وتعالى. لكن في الظاهر الناس كلها تعرف ان فلان ده مش مسلم، صح؟ لكن في الباطن مسلم. فقال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما انت برضو تعرضت لمثل هذه الامور. فيمكن الراجل اللي قال لك السلام عليكم ده وقال لا اله الا الله كمان هو كان يبطن الايمان، واول ما شافكوا قال بس مسلمين اخيرا لا اله الا الله السلام عليكم، فاوعى تقتله. قال تعالى ان الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى شباب التعامل في الدين عندنا تعامل بالظاهر، احنا ما بنحكمش بالباطن. ما عندناش حد يعرف الباطن اصلا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل حاجة يعرفها. قول لي لا ده يعرف كل حاجة، مش هدخل في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ان زوجته بريئة. عايز اكتر من كده؟ كانت عائشة ترمى امام النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزنا، في قضية رميت رضي الله عنها وارضاها وهي الحصان الرزان، وما كانش قادر يدافع عنها. كان يقدر يقول لهم انتم ما تعرفونيش، ده انا النبي انا عارف كل حاجة، لكن ما كانش يعرف. بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. ماشي يا شباب. فاحنا بنحكم بالظاهر بفضل الله تبارك وتعالى. لا عندنا حد بيعرف الغيب المطلق، ولا عندنا ولي بيفتح الكتاب المقدس، ولا عندنا حد بيقرأ اللوح المحفوظ، ولا عندنا حد معصوم أصلا. وإن شاء الله ده من النقط اللي هنتكلم عنها لما نيجي في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. معادنا يوم الأحد، احنا بكرة عندنا تفسير